السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الحلوين طلبة سنة ستة. يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. إن شاء الله مكملين معاكم في ليسون 1 وهنكمل الجزء الثاني منه. شفنا طبعا في الجزء الأولاني مستر ساوني، وشفنا إزاي إن هو قدر يخدم people of determination أو الناس ذوي الهمم. وشفنا طبعا المنصة بتاعة الاي ستيم اللي هو مدير عليها، واللي كان طبعا في منح من مؤسسات زي اليونيسيف وزي مايكروسوفت بتساعد في دعم هذه المؤسسات. هنشوف ان شاء الله في الليسون ده او الجزء ده من ليسون 1 هنشوف ان في سوليوشنز تانية غير سوليوشنز الخاصة بمستر ساوني، خاصة بالموبايل ابلكيشن، وتساعد الناس اللي هم ضعاف السمع او الهيرنج امبايرمنت او بيبول ويز هيرنج امبايرمنت، ان هم يقدروا يستخدموا الموبايل فون. تمام. فهنيجي في اول نقطة هنلاقي ان هو بيقول لي ان using a mobile phone can be difficult for people with a hearing impairment. تمام. بيقول لي ان هو قد يصعب ان هو على ضعاف السمع، قد يصعب على people with a hearing impairment اللي هم ضعاف السمع استخدام using زي موبايل فون. تمام. إلا إن هناك طبعا زي ما قلنا دلوقتي إن في تطبيقات تانية تقدر تحول الكلام إلى نصوص. فهو بيقول لي هنا however there are apps that use speech to text تمام technology to make communication by mobile phone easier. يعني ايه؟ بقول لي there are application يعني في هناك تطبيقات او في تطبيقات يعني تمام that use speech to text يعني تحويل النص الى تحويل الكلام speech to text تحويل الكلام الى نصوص. تمام. speech اللي هو الكلام to text اللي هو النص. تمام. to make communication عشان تخلي التواصل احسن. تمام. بمعنى ان انا مثلا واحد صحيح اهوت وتمام وبسمع وتمام زي الفل بتكلم في التليفون بتاعي. تمام. طيب الكلام ده اللي انا بتكلمه يوصل لضعاف السمع ازاي؟ يوصل لهم عن طريق تحويل الكلام ده نصوص مكتوبة يقدر ان هو يقراها او يفهمها. تمام. طيب if the hearing impaired person has speech problems he or she can type instead. يعني ايه؟ طيب هو هيشوف الكلام ده كنصوص. تمام. هو يفهمها. طب هو عاوز يرد عليك هيعمل ايه؟ هيستخدم بقى العكس، ان هو هيكتب برضو عنده في التليفون بتاعه، والكتابة اللي هو كتبها والكتابة اللي هو كتبها هتوصل لك كسبيتش ككلام. تمام. the text is delivered to the other person as realistic speech. يعني هيوصل التكست اللي هو كتبه ليك على اساس او بشكل رياليستيك سبيتش بصوت بشري حقيقي. تمام. طيب زي بقى الامثله ديت زي مثال الروجر فويس. ده مثال ابلكيشن موجود على ممكن ينزل على التليفون. تمام. ده ممكن يخلي ضعاف السمع ان هم تحمل الابلكيشن ده. تمام. وتنزله على التليفون وتقدر تستخدمه بحيث ان المتصل هيوصل بالريجر فويس ده. تمام. طبعا المتصل هيتكلم، الكلام بتاعه هيتحول لتكست هيفهمه الراجل اللي هو ضعيف السمع. يقدر بعد كده ان هو يكتب برضه ضعيف السمع ده يكتب على الروجر فويس يوصل للمتصل. اهو بقول hiring impaired people can download and install the application on a smartphone. تمام. يبقى لازم سمارت فون يكون معاه عشان يقدر ينزل عليه روجر فويس. تمام. مين اللي هينزله؟ لا hearing impaired people. تمام. بيقول لي but the people who receive the calls don't need to install it nor do they need to have a smartphone. يعني اللي هينزل الابلكيشن ده هو الراجل اللي هو hearing impaired people الناس ضعاف السمع. لكن المستمع او المستلم المكالمة مش لازم ان هو ينزل الروجر فويس ولا لازم يكون اصلا معاه سمارت فون.
تمام. طيب يعني كل اللي هيحصل على تليفون اللي هو الايه hearing impaired people. تمام. طيب قال لي في الاخر روجر فويس ده has been downloaded by over ايه 15,000 people worldwide. يعني ايه اللي حمل الابلكيشن ده لحد دلوقتي اكتر من ايه 50,000 شخص حول العالم. تمام. يبقى ديت ايه امثله الابلكيشنز اللي هي بتساعد ضعاف السمع في استخدام الموبايل موبايل فون. تمام. طيب كده بالنسبه لنا نكون خلصنا الدرس الاولاني او ليسون 1. تعالوا دلوقتي نشوف الاسئله بتاعه كتاب المعاصر ونحاول نحلها مع بعض. دي كده اسئله كتاب المعاصر وهنحلها مع بعضينا. اول سؤال بيقول لي correct او choose the correct answer from A B C D. ماشي. مستر كريتيك ساوني is an احنا قلنا ساوني كان at the National Geographic Organization كان ecologist ولا biologist ولا expert ولا دكتور. طبعا لو رجعنا الدرس الاولاني هنلاقي ان احنا كان هو expert في National Geographic Organization. طيب السؤال التاني بيقول لي مستر كريتيك ساوني use نقط to help people of determination. كان بيستخدم تكنولوجي ولا construction tools اللي هي أدوات الإنشاء المباني وحاجات زي كده ولا writing tools اللي هي أدوات الكتابية ولا painting tool اللي هي أدوات الرسم. طبعا كان بيستخدم التكنولوجي. تمام. وعمل applications كتير عشان تساعد people of determination. طيب السؤال التالت مستر ساوني create applications that allow نقط to access visual content. يعني مستر ساوني عمل ابلكيشن انشأ ابلكيشنز او تطبيقات بتسمح تسمح لمين to access عشان يقدر ان هو يشوف المحتوى المرئي. تمام. hearing impaired people ولا normal people ولا build and visually impaired people ولا none of them. طبعا هنلاقي ان الابلكيشنز اللي عملها عشان المحتوى المرئي اللي هي كانت لمين لبلايند and visually impaired people. طيب رقم 4 مستر ساوني has been able to create applications that convert نقط into audio frequencies. مستر ساوني كان عنده القدرة أو قدر إن هو يعمل أبليكيشنز بتغير أو بتحول نقط لموجات أو ترددات صوتية. طبعا اللي كان اللي عمل الكلام ده عمل للجرافس. تمام. السؤال الخامس ذا نقط offer software that convert digital text into a format that can be easily used by a blind and partially sight people. يعني قدمت النقط دي قدمت سوفت وير تطبيقات بتحول او بتغير الديجيتال التكست اللي هو الرقمي او النص الرقمي لشكل يقدر ان الناس اللي هم ضعاف النظر ان هم يقدروا يستخدموه. طبعا احنا كده كنا بنتكلم اصلا في الدرس عن مين عن الايستيم بلاتفورم اللي هي المنصة بتاعت مستر ساوند. رقم 6 a person who can't read the text can upload it to iSteam and then read it using كان يقدر يستخدمه كان يقدر بقى using السكرين ريدر. تمام. رقم 7 نقط receive support from volunteer mentors to write a resume and prepare for job interviews by using iSteam platform. طيب ده hearing impaired people ولا people of determination ولا blind and visually impaired people ولا normal people. الفئة اللي كانت بتساعدها الايستيم كانت بتساعد blind and visually impaired people. طيب السؤال التاني The Note is one of platforms that provide counseling اللي هو الإرشاد and employment opportunities for people of determination. نقط is platform هي من المنصات اللي بتساعد أو بترشد الناس للوظائف أو
فرص الوظائف للبيبل اوف ديترمينيشن. طبعا احنا بنتكلم في الدرس كله على الايه الاي ستيم بلاتفورم. راني صالح از نقط ويز داون ستريم. هل هي كانت اكسبرت ولا دكتور ولا كمبيوتر بروجرامر ولا تيتشر؟ اكسبرت خبير، دكتور طبعا طبيب، تيتشر مدرس او معلم، كمبيوتر بروجرامر اللي هو مبرمج كمبيوتر. تمام، طبعا كانت ايه كمبيوتر بروجرامر. السؤال التاني بيقول ايه put true in front of the correct sentence and false in front of the wrong one. Mr. Critic Sony is a computer expert. طبعا هو فعلا كان كمبيوتر expert. تمام ماشي. Mr. Sony create applications that allow blind and visually impaired people to access visual content. هو مستر ساوني قدر ان هو يعمل ابلكيشنز او تطبيقات يعني تساعد الناس اللي هم ضعاف النظر او في عندهم مشكله في النظر ان هم يوصلوا او للفيجوال كونتنت اللي هو المحتوى المرئي. طبعا دي اجابه صحيحه. طيب بيقول لي مستر ساوني applications convert sound into audio frequencies. ساوند اللي هو الصوت ماشي لاوديو فريكوانسيز اللي هو ترددات برضو صوتيه. طبعا اجابه خطا. يبقى الاجابه الصح؟ الاجابه الصح ان هو حول الجرافس اللي هي الرسومات البيانيه لاوديو فريكوانسيز. ماشي. رقم 4 بيقول لي the iSteam platform doesn't include any employment opportunities for people of determination. طبعا لا، دي كانت بتحتوي طبعا وبتساعد البيبل اوف ديترمينيشن ان هم يحصلوا على وظائف او فرص للوظائف. The iStream platform convert digital text into a format that can be easily used by the blind. بالايستيم بلاتفورم المنصه كانت تقدر ان انت تغير الديجيتال تكست النص المكتوب لفورمات يقدر used by blind اللي هو الأعمى. تمام، أو الشخص اللي هو ضعيف النظر. تمام، طبعا دي إجابة صحيحة. A screen reader help the blind and visual impaired to read a text. طبعا إجابة صحيحة طبعا من خلال طبعا منصة iSteam. تمام. The Mercury Child. تمام، اللي هي رانيا صالح is a talented doctor with Down syndrome. طبعا talented دكتور لا، هي كانت كمبيوتر بروجرامر زي ما احنا شفنا دلوقتي. يبقى دي إجابة خاطئة أو الجملة دي خاطئة. تمام. طيب ولي complete the following sentence with appropriate words between the brackets. بقى الموجود؟ جراف، رانيا صالح، سبورت، مايكروسوفت، يونيسيف. تمام، Egyptian of determinations. Not is a computer programmer with Down syndrome. دي كانت مين؟ طبعا رانيا صالح. In the year 2022 Egypt launched several initiatives to empower more than 20 million بقى 20 million Egyptian of determination. لأن هو بيقول هنا في عام 2022. تمام، مصر أطلقت عدة مبادرات تو امباور علشان تشغل أكتر من 20 مليون Egyptian of determination. نكتب بقى هنا Egyptian of determination. طيب UNICEF نقط people of determination in many places. اليونيسيف بتعمل للبيبل اوف ديترمينيشن في اكتر من مكان، اللي هم الناس اللي هم ذوي الهمم. طبعا بتعمل لهم سبورت. Among of organizations that provide support of determination are نقط ونقط. من الاورجنايزيشن او او المؤسسات اللي بتساعد بيبل اوف ديترمينيشن لسه قايلين اليونيسيف وطبعا مايكروسوفت.
يونيسيف ومايكروسوفت. Mr. Sony applications allow the listener to hear the difference information in the نقط اللي هو طبعا فاضل هنا فاضل هنا الجراف. لان طبعا بقول لي هنا المستر ساوني الابلكيشن بتاعه بيسمح للليسنر اللي هو المستمع ان هو يسمع الاختلاف في الانفورميشن الموجوده جوه الجراف اللي هو الرسم البياني. تمام. طيب بقول لي read and write the name of the app or tool. رقم 1 بقول لي it is one of platform that provide counseling and employment opportunities for people of determination. طبعا احنا هنا بنتكلم على بلاتفورمز، وطبعا ما فيش غير الاي ستيم اللي اتكلمنا عليها دلوقتي اللي هي بتساعد ترشد counseling and employment opportunities، بتقدم فرص للتوظيف ل people of determination، الناس اللي هم ذوي الهمم. يبقى هنا اي ستيم بلاتفورم، اي ستيم بلاتفورم. ماشي. طيب رقم 2 بيقول لي it is located inside the bibliotheca Alexandria and contains scanners that include special programs for converting text into voice. طبعا هو بيقول لي شيء موجود في مكتبة الإسكندرية وبيحتوي على سكانرز ليها سبيشال بروجرامز. تمام، فيها بروجرامز معينة عشان تقدر تنفرت التكست للفويس. ايه المكان بقى الموجود في بيبلوثيكا او موجود في مكتبة الإسكندرية وبيعمل الكلام ده او في الكلام ده؟ طبعا دي كان طه حسين لايبراري. تمام. طيب رقم 3 بيقول لي the visually impaired people use it to read text. الناس الفيجوال امبايرد بيستخدموه عشان يقدروا يقروا التكست اللي هو كان طبعا سكرين ريدر. طيب الكمبيوتر بروجرامر ويز داون ستريم. طبعا دي كانت رانيا صالح. تمام كده يا حبايبي الحلوين، نكون خلصنا ليسن 1 بالأسئلة بتاعة كتاب المعاصر. أتمنى تراجعوا برضو على الأسئلة تاني وتحلوها تاني بنفسكم، ولو في أي مشكلة واجهتكم في حل الأسئلة ارجعوا للفيديو بتاعنا. تمام، أشوفكم إن شاء الله على خير وفي أتم صحة وفي أحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين أبطال سنة 6. معادنا النهاردة مع ليسن 2 وهنتكلم فيه عن كمبيوتر نتورك ديفايسز. يعني ايه نتورك؟ نتورك كده يعني شبكة ديت لو جينا بصينا للشبكة في العموم زي شبكة الصياد، هنلاقي نقط متربطة ببعضها وبتكون في الآخر شبكة بيستخدمها عشان يصطاد بيها. نفس الكلام الكمبيوتر نتورك هي عبارة عن نقط ومتربطة ببعضها بتأدي وظيفة معينة، بتأدي وظيفة توصل لك انترنت، بتوصل لك المعلومة، بتوصل معلومة من جهاز لجهاز. وده اللي هنشوفه إن شاء الله النهاردة في الدرس بتاعنا. وهنتعرف كمان على الديفايسز أو الأجهزة اللي بتساعد في عمل النتورك دي أو في عمل الشبكة دي. تمام؟ فيلا بينا. أول حاجة زي ما هو جايب لنا كده كونسبت أو مفهوم النتورك. يعني إيه نتورك؟ قالك networks are groups of devices or things that are connected to each other for common purpose. يعني هي الشبكة دي أو الشبكات عبارة عن مجموعة من الديفايسز أو الأجهزة أو الأشياء المرتبطة ببعضها، تمام، عشان هدف معين. تمام. النقطة الثانية بقول computers need different networks connection devices to transfer data. يعني ايه؟ بقول الكمبيوتر محتاج إلى أجهزة علشان يقدر إن هو connect ويقدر إن هو يعمل transfer للداتا. تمام؟
طيب ايه بقى الديفايسز اللي عندنا، او ايه الديفايسز اللي هنتعرف عليها ان شاء الله في الدرس بتاعنا؟ اول حاجه من الديفايسز او الكمبيوتر نتورك ديفايسز هو المودم. تمام، ده it is device that connect a local area network اختصارا ل LAN 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 local area وN network to the internet. باختصار بيقول لي ان هو جهاز بيستخدم عشان يوصلك بالشبكه المحليه. يعني ايه الشبكه المحليه؟ يعني الشبكه الموجوده في البلد بتاعتك، يعني البلد اللي هي مثلا مصر، هو الجهاز ده بيستخدم عشان يوصلك بالانترنت الخاص بمصر. لو انت مثلا في دوله تانية زي مثلا السعوديه، هيبقى في مودم خاص بان هو يوصلك بايه؟ الشبكه المحليه بتاعت السعوديه. نفس الكلام ده المودم بيعمله. تمام، يبقى it is a device that connect، بيستخدم عشان يوصلك او يوصلك بلوكال اريا ايه؟ نتورك. تمام. طيب الحاجه الثانيه بيقول لي ايه؟ it convert the signal from the internet service provider ISP internet service S وبروفايدر B، ماشي، which transform into a digital signal that can be read by devices. يعني ايه؟ يعني داخليا هو بيحول الإشارة اللي جاية من مزود الإنترنت. يعني ايه مزود الإنترنت؟ يعني الإنترنت ده علشان يجي لك البيت لازم يكون في شركة هي الايه؟ مسؤولة عن توزيع الإنترنت ده. زي مثلا في مصر هنا في شركة زي وي او اتصالات او فودافون او الشركات دي. تمام، دي احنا بنسميها ISP انترنت سيرفيس بروفايدر. تمام، الشركات ديت هو بيستخدم بقى عشان ايه؟ ياخد الانترنت اللي جاي من الشركات ديت المزوده لخدمه الانترنت، يديها للايه؟ للاجهزه، والاجهزه تبدا ايه؟ تقرا الايه؟ الانترنت. تمام، اللي جاي من الايه؟ انترنت سيرفيس ايه؟ بروفايدر. تمام، يبقى ده المودم هو عبارة عن جهاز بنستخدمه عشان كونكت على اللوكال ايه؟ اريا نتورك. تمام، وظيفته ايه او بيشتغل ازاي؟ بيكونفرت السيجنال فروم ايه؟ الانترنت سيرفيس بروفايدر لديجيتال سيجنال يقدر ايه؟ تقراها لايه؟ الاجهزة. تمام، دي وظيفة الايه؟ وظيفة المودم زي ما احنا ايه؟ شايفين ده الشكل بتاعه. تمام، السويتشز ده الديفايس التاني هنتكلم عليه. نقول they can send data to a specific device over a network which help to make connection easier and faster. يعني ايه؟ يعني هو بيستخدم علشان يبعت الداتا لجهاز معين. تمام، ليه؟ لان هو طبعا زي ما احنا شايفين كده الايه؟ السويتش او المحول بيبقى فيه نقط زي كده، ديت هنعرفها بعد كده اسمها ايه؟ اسمها بورت ده متوصل بايه؟ باكتر من جهاز كمبيوتر. كل جهاز متوصل ايه؟ ببورت موجود فين؟ في السويتش. تمام، فانا عاوز من الجهاز مثلا رقم 1 ده، عاوز اوصل الجهاز المتوصل بالبورت رقم 1 ده، عاوز اوصل داتا للبورت رقم 2، فطبعا بستخدم الايه؟ سويتش. ليه؟ لان هو send data to specific device over network. ماشي، وده طبعا بيهلب to make a connection easier and ايه؟ and faster، بيخلي الكونكشن اسهل وايه؟ واسرع. وبيقول لي في الاخر ان الايه؟ السويتشز ديت ايه؟ ار انتليجنت، زينا كده، هي ايه؟ ذكيه. السويتشز دي طبعا بقى عارف البورت رقم 1 ده عاوز يوصل البورت رقم 2 او يوصل البورت رقم 3، فعارف الداتا ممكن هتوصل فين، فهو ايه؟ في الحته دي هو ذكي ايه؟ جدا. تمام. طيب بعد كده بيقول لي ميكينج كونكشن او ايه؟ انشاء اتصال. طيب ميك كونكشن ده بيقول لي في الاول وفي الاخر ان انا عندي نوعين من الشبكات. شبكه اسمها وايرد نتورك، تمام، وايرد نتورك، تمام، وشبكه ثانيه اسمها ايه؟ وايرلس نتورك. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ وايرد يعني ايه؟ يعني شبكه متصله باسلاك ببعضها ببعض. يعني انت دلوقتي الاجهزه المتوصله في الشبكه او في النتورك بتاعتي متوصله عن طريق ايه؟ عن طريق كابلات. تمام،
use physical wiring and cables. بيستخدم الايه؟ بيستخدم الاسلاك والايه؟ والكابلات which are plugged in او plugged into ports on devices. دي البورتس اللي احنا ايه كنا لسه بنتكلم عليها لما اتكلمنا على السويتشز. الاجهزه دي مربوطه بايه؟ ببعضها عن طريق الايه؟ البورتس. تمام. طبعا ده ايه بيستخدم هنا الايه؟ الوايرد ايه؟ وايرد. يبقى ديت الواير نتورك يوز فيزيكال وايرنج اند كابلز. يبقى الواير نتورك بتستخدم ايه؟ الوايرنج والكابلز. تمام. على العكس تماما الوايرلس ايه؟ نتورك. الوايرلس نتورك كونكت without وايرنج، ما بتستخدمش ايه؟ كابلات خالص. تمام. بتستخدم ايه؟ الوايرلس او الايه اللي احنا بنسميه واي فاي. تمام. الواي فاي في البيت اللي وصل مثلا ايه؟ للتليفون، للايه؟ لللاب او التابلت او الايه؟ او الكمبيوتر. تمام. وايرلس نتورك كونكت without وايرنج. كونكت without وايرنج. تمام. لكن واير نتورك يوز ايه؟ فيزيكال وايرنج اند كابلز. تمام. عرفنا الفرق بين الواير نتورك والوايرلس نتورك. ننتقل بقى للنقطة الأخيرة في الدرس بتاعنا وهي الايه؟ الذكاء الاصطناعي. طبعا المفهوم ده احنا أكيد سمعناه في التلفزيون، في المدرسة، في البيت، في أي مكان احنا أكيد سمعنا الايه؟ الذكاء الاصطناعي ده. الذكاء الاصطناعي ده بيقول لي ايه؟ it is a comprehensive ايه؟ term. يعني ايه؟ مصطلح شامل for computer ايه؟ applications، لتطبيقات الكمبيوتر that perform complex tasks، اللي بتأدي ايه؟ مهام صعبة او مهام معقدة. تمام. يبقى اختصارا كده هو مفهوم عن الايه؟ كمبيوتر ابلكيشنز، عن الايه؟ التطبيقات بتاعت الكمبيوتر اللي بتعمل المهام الصعبة او المعقدة اللي الانسان ما يقدرش يقوم بيها. تمام. that simulate ايه؟ the thinking and performance of a human element. يعني ايه؟ يعني ان هو بيعمل تاسكس صعبة بس هو الانسان ما يقدرش يعملها، بس هو ايه؟ تفكير الانسان والفكر بتاعه بيحوله للكمبيوتر ابلكيشنز ده عن طريق ايه؟ سيميوليشن، محاكاة، او بيديله ايه؟ الامثله ان انا مثلا لو البني ادم مثلا موجود او الشخص موجود هيعمل 1 2 3 4، فانت ايه؟ يا ابلكيشن او يا تطبيق اعمل زي ما الايه؟ هو المفروض هيعمل. تمام. طيب such as ايه؟ the ability to learn and reason، زي القدرة على الايه؟ التعلم والايه؟ والاستنتاج. تمام. الابلكيشنز دي بيبقى عندها القدرة بعد كده لما ايه؟ كل ما تزود النولج بتاعتها او المعرفة بتاعتها كل ما ايه؟ تبقى ايه؟ افضل، او ايه؟ خلاص انت بتبني بقى، هي بتبني لوحدها المعارف بتاعتها بناء على المعلومات اللي انت بتديها لها وبناء على الاستنتاجات الايه؟ اللي بتتم داخل الايه؟ التطبيقات دي بشكل معين. تمام. هنا اهو بيقول لي في النقطة الثانية، بيقول لي by providing these technologies with information and knowledge related to subject and possible answers to all possible questions, the machine can give answers to the data provided. يعني ايه؟ يعني من خلال امداد التكنولوجيز دي او الابلكيشنز دي، تمام، بالانفورميشن اند نوليدج اللي هي ايه؟ المعلومات والمعرفه المرتبطه بسبجكت معين، بموضوع معين يعني. and possible answers to all possible questions، يعني الاجابات على الاجهزه المحتمله او الاجابات المحتمله على الاسئله يعني. الماشين بتقدر بعد كده تطلع ايه؟ نتيجه من الايه؟ من الداتا اللي انت اديتها لها. يعني ايه؟ يعني من الاخر انت دلوقتي وليكن انت بتكتب مقال، تمام، عن موضوع معين، تمام، فبتدي لها بقى الانسرز. لما يتكلم مثلا عن حرب اكتوبر، يبقى انا عندي معلومات عن مين اللي كان الحرب كان بين مين ومين، في سنة كام اللي حصل، اللي تم، باقي المعلومات بقى كم عدد الجنود في مصر، كم عدد الدبابات، مش عارف ايه الكلام ده كله. فبيكون ايه؟ نولج عند الايه؟ الماشين، او بيكون نولج عند الابلكيشن ده. فبالتالي بتقدر تكتب لك ايه؟ المقال
بناء على الداتا اللي انت ايه اديتها لها ديت، او البوسيبل انسرز فور ايه بوسيبل ايه questions. تمام. فزي ما هو قايل كده such as writing an article on a topic and inquiring about historical events and their ايه sequence. وهو كتابة زي كتابة مقال يعني عن موضوع معين، والاستفسار عن الأحداث التاريخية مثلا وتتابعها بإيه وبشكل إيه مسلسل. تمام. بيقول لي في الآخر إيه AI works to imitate sounds when provided with the tone of voice of the actual human being. يعني بيقول لي من ضمن الحاجات اللي برضه الانفورميشن اللي ممكن تاخدها ان هي ممكن ايه تقلد الاصوات لو انت اديتها التون بتاع الفويس، اللي هو التون اللي هو النبره بتاعت الصوت بتاعت الانسان، ممكن تقلد الصوت بتاعه. تمام. وتدي لك نفس الايه البرفورمانس. يعني ممكن ايه تخلي الاله او الماشين او الابلكيشن يتكلم بنفس اللغه بنفس نبره صوتك. تمام. من غير ما انت ايه تتكلم، زي ما احنا بنشوف مثلا، او زي ما احنا شفنا في الايام الاخيره ان هم مثلا بيخلوا ايه مغنيين قدامى مثلا يغنوا ايه اغاني جديده زي ام كلثوم، بتلاقي بتغني لعمرو دياب حاجات زي كده. فايه هي ده من ضمن الحاجات او فيتشرز الموجوده في الايه في الاي اي. كده احنا بالنسبه لنا خلصنا ايه الدرس رقم 2 اللي بيتكلم على الكمبيوتر نتورك ديفايسز. ان شاء الله دلوقتي نشوف مع بعض الاسئله بتاعت كتاب المعاصر ونحاول نحلها مع بعض. تمام. دي اسئله كتاب المعاصر. بيقول لي اول سؤال نقط نتوركس كونكت without وايرنج، دي اللي اتكلمنا عليها without وايرنج اللي هي الايه الشبكات اللاسلكيه. تمام. فهل هنا مثلا ايه بيقول لي هيستوريكال ولا بي ايميتيت ولا سي وايرلس ولا كومبلكس؟ دي طبعا هي ايه وايرلس. تمام. السؤال رقم 2 بيقول لي نقط are groups of devices or things that are connected to each other for a common purpose. دي طبعا الايه ده تعريف النتوركس اللي احنا شفناه في اول سلايد. رقم 3 بيقول لي convert the signal from the internet service provider ISP into digital signal. ده طبعا كان تعريف الايه تعريف المودم. شطار. رقم 4 بيقول لي نقط perform complex tasks that simulate the things and performance of the human element. ده كان ايه كان تعريف برضو الايه AI اللي هو الايه artificial intelligence. تمام. artificial intelligence الذكاء الاصطناعي. رقم 5 بيقول لي نقط sends data to a specific devices over a network. ايه اللي بيسند الداتا؟ تمام. شطار. لو مين switch. رقم 6 بيقول لي نقط are devices that can be connected to the internet. desktop computers ولا لابتوبس ولا smart devices؟ يعني ايه بيقول لي هي أجهزة ممكن ايه تكونكتد تو ذا انترنت. ايه طبعا كل الأجهزة دي ممكن تكونكت بالإنترنت عادي، الكمبيوتر الديسكتوب كمبيوتر أو سمارت ديفايسز. تمام. اللي هي سمارت ديفايسز اللي هي زي مثلا الموبايل فون أو اللابتوب، فهنختار الايه all of them. رقم 7 بقول لي wired networks use physical wiring and cables which are plugged into on devices. ايه الموجود plugged into ايه ports. مظبوط. تمام. رقم 8 بيقول لي ايه نقط is a device that connect a local area network LAN to the internet. طبعا ده ايه كان المودم. رقم 9 بيقول لي the abbreviation of the artificial intelligence. abbreviation يعني ايه يعني الاختصار، يعني اختصار الكلمة. فاحنا لو شفناها كده artificial A وبعدين intelligence I يبقى هي ايه ال AI بسهولة خالص. تمام. السؤال التاني بيقول لي ايه put true in front of correct sentence and false in front of the wrong one. Computer networks connect computers with each other
to share important information and data. يعني ايه؟ يعني كمبيوتر نتوركس، يعني شبكات الكمبيوتر بتكونكت او بتربط ماشي الكمبيوترز ببعضها، اجهزه الكمبيوتر ببعضها عشان تشارك الايه المعلومات المهمه والداتا. طبعا دي ايه حاجه مفروغ منها، ودي احد وظائف الايه كمبيوتر نتورك. تمام. بيقول لي وايرلس نتورك يوز فيزيكال وايرنج اند كابلز. من اسمها اهوت من قبل ما اكمل، وايرلس نتورك. وايرلس نتورك هل بتستخدم الوايرنج والكابلز؟ طبعا ايه ما بتستخدمهمش، فكده الجمله دي ايه؟ الجمله دي غلط. ماشي. devices can be connected without wiring. هل الديفايسز ممكن تتربط ببعضها بدون اسلاك؟ طبعا عن طريق الايه الوايرلس نتورك. تمام. فالجمله دي ايه؟ طبعا جمله ايه صحيحه. رقم 4 بيقول لي a switch is a device that connect a local area network to the internet. هل بقى يا شطار وظيفة السويتش ان هو يكونكت لوكال اريا نتورك ولا المودم؟ طبعا دي وظيفة الايه؟ وظيفة المودم. فكده الجملة دي ايه؟ الجملة دي غلط. تمام؟ رقم 5 بيقول لي مودم convert the signal from the internet service provider اللي هو الاي اس بي which transform into digital signal that can be read by devices. طبعا دي ايه؟ طبعا دي وظيفة المودم فعلا. فالجملة دي ايه؟ الجملة دي صحيحة. switches help to make connection easier and faster. طبعا دي ايه وظيفة السويتش فعلا. طيب VR works to imitate sounds when provided with the tone of voice of the actual human being. طبعا VR ايه VR ده؟ انا ما اعرفش VR، او بمعنى اصح هو مش هو الايه اللي بيعمل الموضوع ده، لكن اللي بيعمله الايه الاي اي. فالجمله دي ايه خاطئه. تمام. نيجي على السؤال رقم 3. will read and write the name of the device. It is a device that connect local area network LAN to the internet. طبعا ده كان الايه المودم. السؤال الثاني بيقول it helps to make connection easier and and faster. ده كانت ايه وظيفه السويتش. تمام. طيب نيجي بقى للايه للسؤال رقم 4. بيقول لي read and circle the correct one. AI او EKB is a comprehensive term for computer application that perform simple or complex. يعني اختار برضو حاجه من دول. tasks that simulate the things and the performance of the human element. طبعا الكومبرنسيف تيرم فور كمبيوتر ابلكيشن، طبعا ده كان تعريف الايه الاي اي. تمام ماشي. وكان بيعمل ايه؟ هل بيعمل السيمبل اللي هي السهله ولا الكومبلكس تاسكس؟ طبعا كان بيعمل ايه كومبلكس تاسكس. طيب if you want to make a network then you need to have a modem ماشي that connect. طبعا احنا اتكلمنا على ايه اللوكال اريا ايه نتورك ماشي، ولا الوايد اللي هي الواسع، ولا اللوكال؟ لا اللوكال طبعا. to the internet and you can connect the network in two ways wired and wireless. طيب بقول read and circle the correct use. AI ده هل ده artificial intelligence ولا artificial information؟ لا AI هو كان ايه artificial intelligence. تمام. الوايرد نتورك use wireless signal ولا use physical wiring and cabling؟ طبعا الوايرد اللي بتستخدم الايه الوايرنج والايه والكابلز. تمام. تمام. بكده نكون احنا خلصنا الايه الدرس التاني وحلينا الاسئله بتاعه كتاب المعاصر. طبعا ايه اتمنى ان انتوا تحلوها مع نفسكم كده في البيت، وبعد كده لو عندك اي مشكله تبص على الايه الحلول اللي احنا عملناها وتشوف اجابتك صح او ايه او خطأ. بكده اشوفكم ان شاء الله على خير باذن الله تعالى في احسن صحه واتم حال،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين طلبة جريد 6. معادنا النهاردة مع ليسون 3 وهنتكلم النهاردة عن تكنولوجي and artificial intelligence، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تمام. طبعا احنا اتكلمنا في ليسون 2 عن artificial intelligence، بس هندي برضو نبذة عنه في الليسون ده. تمام. طيب في عندنا 3 حاجات. تمام. حاجة اسمها الواقع المعزز والواقع الافتراضي والذكاء الافتراضي. الحاجات دي هتحس ان هي حاجات جايه كده من المستقبل، لكن احنا بنستخدمها فعلا في ارض الواقع. الواقع المعزز اللي هو الاجيومنتد رياليتي، والواقع الافتراضي الفيرتشوال رياليتي، والذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنس، وديت بيعتبروها فيوتشرستيك تكنولوجي، تكنولوجيا مستقبليه. تمام. لكن احنا بنستخدمها دلوقتي اوريدي في الافري داي لايف. تمام. يبقى الواقع المعزز اللي هو augmented reality، والفيرتشوال رياليتي اللي هو الواقع الافتراضي، والذكاء الاصطناعي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. هنتكلم عن كل واحده فيهم بالتفصيل دلوقتي. اول حاجه الفيرتشوال رياليتي، اختصارا لفي ار. في فور فيرتشوال وار فور رياليتي. ده يعتبر الواقع الافتراضي. والواقع الافتراضي ده يعتبر بيئة افتراضية هو بيعملها لك. تمام. ويبعدك خالص او بيحجبك عن الواقع اللي انت عايش فيه، يعني بيدخلك مثلا عالم كده مختلف عن اللي انت عايش فيه. تمام. يعني يعني it is a virtual 3D a virtual 3D environment، يعني هو بيئة افتراضية ثلاثية الأبعاد. 3D هي ثلاثية الأبعاد ذات allow user، هي بتسمح للمستخدمين to explore يكتشف. تمام. and interact with and يتفاعل مع surrounding اللي هو المحيط به. تمام. as if it were reality، يعني كأنه حقيقة. تمام. ده يعتبر الفيرتشوال رياليتي، يعني بيشيلك خالص او بيبعدك عن الواقع اللي انت موجود فيه ويحطك في حاجة تانية خالص. يعني يوديك مثلا متحف، يوديك مكان تمام مختلف عن المكان اللي انت قاعد فيه. تمام. ويخليك تتفاعل مع المحيط الجديد اللي هو عمله لك، اللي هو محيط الفيرتشوال او المحيط الافتراضي. ماشي. بقول لي هنا بقى user often wear a VR headset. a VR headset التول بيستخدم في حالة ال VR that blocks out the real world and provide views that immerse the user in other world. يبقى التول اللي بتستخدم في ال VR او ال virtual reality اللي هي ال VR headset، عشان ناخد بالنا عشان الأسئلة اللي هتيجي. تمام. بقول لك غالبا يستخدم او يرتدي المستخدم اليوزرز، يعني بيستخدم حاجه اسمها سماعه الراس الخاصه بالواقع الافتراضي زي اللي احنا شايفينها كده. بيبقى مغطيه ودانه بحيث ان هو ما يسمعش، او ان هو تقفل او تحجب عنه الضوضاء او المحيط بيه، وبتكون ليها جزء كده قدام العين، بحيث ان هي برضو تديله الرؤيه او تديله تعيشه في واقع تاني افتراضي غير الواقع اللي هو موجود فيه. تمام. يبقى ناخد بالنا الواقع الافتراضي هو virtual 3D environment، وبيستخدم ال VR headset as a tool او as أداة، زي أداة يعني. طيب ال virtual reality ال VR examples، الأمثلة بتاعت ال VR هنا جايب لي مثالين، اللي هو مثلا in the classroom ال VR can take you to a world where insects and atoms are bigger than you so that you can study them closely. يعني يعني هو ممكن تستخدمها في الكلاس روم بتاعك. تمام. وفي الحالة دي ممكن مثلا يجيب لك واقع خاص بالحشرات، او عالم خاص بالحشرات او الذرات مثلا، ويجيبها بحجم كبير بحيث ان انت تكون عايش جوه العالم اللي فيه الحشرات الكبيره او الذرات الكبيره ده. تمام. تقدر تتعامل مع
الحاجات ديت وتقدر تتعرف عليهم اكتر من خلال الواقع الافتراضي. تمام. طيب it take او المثال التاني it can take you to museum thousands of miles away. يعني ايه؟ ممكن تاخدك الى متحف زي ما اتكلمنا، متحف مثلا بعيد عنك بالاف الاميال او مثلا في دولة تانية، وتخليك ايه؟ كأنك جوه المتحف فعلا، تشوف الحاجات اللي جوه المتحف وايه، تمشي جوه المتحف كأنك فعلا ماشي جوه المتحف كده. تمام. or to a historical site hundreds of years ago، او ترجعك مثلا بآلاف السنين لموقع تاريخي مثلا، تقدر تشوف الموقع ده من آلاف السنين كان عامل ايه، كان عامل ازاي. تمام. ده الفيرتشوال رياليتي اكزامبلز الموجوده في الفيرتشوال رياليتي. طيب النوع الثاني اللي هنتكلم عنه اللي هو الايه، الواقع المعزز. الواقع المعزز من اسمه كده، او هو الاوجمانتد رياليتي، الاي فور اوجمانتد والار فور رياليتي. تمام. ده الاختصار بتاعه. من الواقع هو واقع هو كأنك مثلا ده الواقع اللي انت فيه فعلا، بس بيضيف لك عليه حاجات مساعدة تساعدك. يعني مثلا انت ممكن الواقع بتاعك ان احنا مثلا قاعد على مكتب بس عاوز تشوف ايه حاجة مثلا في كتاب بشكل ايه 3D كده، فتلاقيك حاطط التليفون ومستخدم ابلكيشن معين تبص الحاجة ديت الموجودة في الكتاب كأنها ايه حاجة 3D. انت ماشي مثلا في الشارع يقول لك مثلا المحطات مثلا الاي تي ام، محطات مثلا تفويل الوقود او الاي تي ام اللي هي الصرافه يعني او مكنه الصرافه، او مثلا الاوتيلات او الفنادق اتجاهها فين زي ما احنا شايفين فين في الشكل اللي قصادنا. ماشي. يبقى هو بيجمع بين حاجتين كده، الواقع المعزز او الاوجمانتد رياليتي بيجمع بين الريال وورلد العالم الحقيقي والفيرتشوال وورلد. تمام. عشان نفرق بين الفيرتشوال رياليتي والاوجمانتد رياليتي. الفيرتشوال رياليتي بيخرجك خالص عن العالم الحقيقي، الريال وورلد، وعايشك ايه في فيرتشوال انفايرمنت، بيئه افتراضيه. لكن الواقع المعزز بيجمع بين الاثنين، بيجمع بين الريال وورلد والفيرتشوال وورلد عشان ايه ما تتلخبطش. يبقى الاوجمانتد رياليتي زي ما هو بيقولوا كده ايه combine the real world with a virtual world by adding image using ايه using computer. تمام. زي ما اتكلمنا كده ان انت مثلا بتذاكر حطيت التليفون بتاعك بابلكيشن معين على كتاب، ظهر لك صوره اللي فيه ايه كانها ايه 3D. تمام. او ان انت وانت ماشي حط لك صور برضو للحاجات اللي احنا قلنا عليها، المطاعم مثلا الفنادق زي ما احنا شايفين كده. ماشي. يبقى كده الاوجمانتد رياليتي كان بي دان ثرو ايه سمارت فون كاميرا والتابلت. يبقى التولز الموجوده في الاوجمانتد رياليتي اللي ممكن نستخدمها الايه السمارت فون كاميرا او الايه او التابلت. طب التولز اللي ممكن نستخدمها في الفيرتشوال رياليتي كانت ايه؟ كانت في ار هيدسيت. تمام. عشان انا بقارن بينهم علشان ايه ما تتلخبطش. وده مثال من امثله الايه من امثله الاي ار. قال لك ايه ستودنت زي ما قلنا كده ستودنت ان ا ماث كلاس مثلا كان بوينت زير فون او سمارت فون، ان هو ممكن في حصه مثلا زي وليكن الماث مثلا ممكن يوجهوا الهواتف الذكيه بتاعتهم او التليفونات بتاعهم ات فلات سيرفيس على سطح مستوي and project a 3D image، ويعملوا صوره 3D like a cube like cylinder مثلا مكعب او اسطوانه او ايا كان الشكل ايه اللي عاوزين ايه يعملوه. تمام. طيب المثال الثاني قال لك AR helps student become active participant. يعني ايه active participant؟ يعني مشاركين نشيطين in learning في العمليه التعليميه في التعليم يعني and makes learning more memorable، ويرسخ المعلومات المكتسبه في اذهانهم. تمام. يبقى AR ال AR خلي بالك helps student become a active participant. مين اللي بيخليهم active participant؟ ال AR. ماشي. في ال learning and makes learning more ايه memorable. تمام. طيب نيجي على النوع الثالث اللي هو الذكاء الاصطناعي او ال artificial intelligence. artificial intelligence A for artificial و I for intelligence.
ماشي. بيقول لي ايه بقى الارتفيشال انتليجنس ده؟ بيقول لي it is the ability of the computer to think, learn and deduce. يعني الذكاء هو قدرة الكمبيوتر على التفكير والتعلم والاستنتاج. think, learn, deduce. ماشي. طيب ده ايه المفهوم بتاع الايه الارتفيشال انتليجنس. الحاجة التانية the computer learn by analyzing the available example. بيتعلم بتحليل الايه الامثله المتوفره. تمام، زي ما قلنا كده ان هو ايه، هو بيتعلم ازاي؟ انت بتحط له معطيات 1 2 3 4، بيبدا يجمع معطيات زياده فوق الايه، فوق المعطيات اللي انت اديتها له. في الحاله ديت اللي هي ايه بنسميها الافيلبل اكزامبلز اهوت. تمام، فده الايه، دي طريقه التعليم بتاعت الكمبيوتر دي، اللي هو بيزود معلوماته ازاي عن طريق الايه المعطيات اللي انت خدتها، بيبدا يزود ايه، يزود عليه. For example, it predict the word you will write from words you have written previously. يعني ايه؟ بيتوقع الكلام او الكلمه اللي انت هتكتبها من خلال الكلمات اللي انت كتبتها قبل كده. يعني انت مثلا لو بتستخدم تليفون وبتبعت واتس، فتلاقي ايه وانت بتكتب كده مثلا، فتلاقي هو بيستنتج الكلمات اللي انت هتكتبها بعد ايه كده، بعد الكلام اللي انت كتبته. تمام، دي هتلاقي ايه موجود. ده بالنسبه لايه الذكاء الاصطناعي. في الاخر بقى خالص حاجه تلاقينا كلنا واخدين بالنا منها، اللي هو الانلوك بتاع التليفون بتاعك. لو انت مثلا ايه بتستخدم البصمه او بتستخدم الايه الفيس ريكوجنيشن، اللي هو الايه التعرف على الوجه، ده كله يعتبر ايه artificial intelligence AI. تمام، ده بالنسبه للايه 3 حاجات اللي هم augmented reality والvirtual reality والايه artificial intelligence. تمام. طيب هنا بقى بيجيب لي الخلاصه خالص، بيقول لي how can futuristic technology improve everyday life. ازاي التكنولوجيا المستقبليه الفيوتشرستيك تكنولوجي improve تحسن الحياه اليوميه. تمام. فاول حاجه قال لك it can improve the lives of ايه، بيقولوا في determination، ممكن تساعد او تحسن من حياه الايه الناس اللي هم بيقولوا في determination، اللي هم الاشخاص ذوي الهمم. ازاي مثلا؟ قال لك فور اكزامبل مثلا visually impaired people ماشي، اللي هم الناس ضعاف البصر، can use ايه AR الواقع المعزز. خلي بالك مين اللي هيستخدمه؟ visually impaired people. ليه؟ to see their family members up close، يعني ليروا افراد اسرتهم عن قرب. يبقى عشان يشوفوا افراد اسرتهم see their family members up close، هيستخدموا ايه الاي ار augmented reality. ماشي، خلي بالنا عشان الاسئله. ماشي، يبقى عشان يشوفوا الفاميليز. تمام، بيستخدموا الايه الاي ار اللي هم ايه augmented reality. طيب المثال الثاني بيقول ايه disabled individuals can use virtually assistant powered by AI to accomplish everyday tasks. يعني ايه disabled individuals هم ذوي الهمم برضو can use ايه الفيرتشوال اسيستنت، اللي هم المساعدين الافتراضيين، اللي هم عن طريق الايه، عن طريق الاي اي اللي هو الذكاء الاصطناعي. يبقى نخلي بالنا الفيرتشوال اسيستنت باورد باي ايه الاي اي. ماشي. طيب والاي اي ده هيساعد فين؟ accomplish everyday tasks المهام اليوميه، زي ايه making phone call. ماشي، ده عن طريق الاي اي، او navigating their computer using their voice or sign language، ان هم يتفحصوا او ايه ان هم يستخدموا الكمبيوتر يعني باستخدام الايه الفويس اللي هو الايه الصوت، او الايه لغه الاشاره، ده عن طريق برضو الايه الاي اي. تمام كده اتعرفنا على الثلاث حاجات اللي هي futuristic technology، اللي هو virtual reality والاugmented reality والايه artificial intelligence. تمام، وعرفنا ازاي هو improve everyday life. تمام، ده كده يعتبر احنا خلصنا الايه الدرس الثاني. نشوف دلوقتي الاسئله بتاعت كتاب المعاصر على ايه الدرس الثالث، ونحاول نحلها ايه مع بعض.
أول سؤال بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. نقط feel futuristic but they are already being used in education and everyday life. ايه اللي بتخليك تحسسك ان ده حاجات futuristic، ان هي حاجات مستقبلية؟ هل هم ال augmented reality ولا ال virtual reality ولا artificial intelligence ولا all of them؟ طبعا التلاتة بيحسسوك ان هم ايه، واتكلمنا عليهم as a futuristic technology، يبقى ايه all of them. طيب السؤال رقم 2 بيقول لك نقط combine the real world with the virtual world by adding image using computer. ايه اللي بيدمج الريال وورلد والفيرتشوال وورلد؟ هل هو الاجمنتد رياليتي ولا الفي ار ولا artificial intelligence ولا both A and B؟ الاجمنتد رياليتي والفي ار طبعا هو كان الايه الاجمنتد رياليتي، لكن في ار هياخدك ايه، هياخدك في فيرتشوال ايه رياليتي بس او فيرتشوال وورلد بس. تمام. طيب رقم 3 this can be done through smartphone camera or tablet and will show نقط of what looks like the real world. 3D موديل ولا 2D موديل ولا 4D موديل ولا 5D موديل؟ طبعا احنا كل كلامنا كان على ايه، ال 3D موديل. تمام. رقم 4 بيقول لي نقط helps student become active participant in learning and makes learning more memorable. طبعا ده كان ايه، كان ال augmented reality اللي هو اختصارا ال AR. ماشي. رقم 5 نقط is a virtual 3D environment that allows user to explore and interact with the surrounding as if it were reality. طبعا ده كان ايه الفيرتشوال رياليتي. تمام. تمام. رقم 6 نقط is used to unlock your phone with face recognition. طبعا ده كان ايه، كان ال AI. ماشي. رقم 6 VR user often wear نقط that block out the real world and provide views that immerse the user in a other world. طبعا هو كان بيستخدم ايه ال VR users كان بيستخدموا ال VR headset. طيب رقم 8 augmented reality can be done through augmented reality can be done عن طريق الايه الاثنين دول اللي اتكلمنا عليهم، التابلت والايه سمارت فون. هنا في ايه تابلت. ماشي. رقم 9 in the classroom نقط can take you to a world where insects and atoms are bigger than you so that you can study them closely. طبعا ده كان ايه، كان virtual reality، لان هو يخرجك من العالم الحقيقي ويدخلك عالم اللي هو ايه الانسكتس الحشرات والذرات. رقم 10 A or N not help disabled individuals through using virtual assistant to accomplish everyday tasks. ده كان طبعا الايه بالظبط كده، كان الارتفيشال انتليجنس او الاي اي. ماشي. نيجي بقى على السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول put true in front of the correct sentence and false in front of the wrong one. رقم 1 بيقول using AR استخدام ال AR students in math class can point their smartphone camera at a flat surface and project a 3D image like a cube or cylinder onto the surface. طبعا ده كان مثال بتاع الايه الاي ار اللي كنا لسه متكلمين عنه دلوقتي. رقم 2 using Windows help student become active participant. هل استخدام النوافذ بيساعد الطلبة ان هم يكونوا مشاركين نشطين in learning and makes learning more memorable؟ طبعا الكلام ده ايه كلام خاطئ.
رقم 3 user often wear a normal headphone that blocks out the real world and provide views that immerse the user in other world. طبعا مش نورمال هيدفون خالص، كانوا بيستخدموا الايه؟ الفي ار هيدسيت. ماشي، يبقى الإجابة دي خاطئة. Artificial intelligence is the ability of the computer to think and learn. طبعا ايه؟ تمام، جملة صحيحة. رقم 5 futuristic technologies can't improve the lives of the people of determination. طبعا ديت ايه؟ جملة خاطئة، لأن هم بالفعل بيمبروف، يعني بقول لي لا يستطيع تحسين الايه؟ حياة الايه؟ people of determination. رقم 6 from the uses of AR someone with a virtual empire can see their family members up close. استخدام ال AR هل هو كان بيساعد الفيجوال امباير عشان see their family members؟ طبعا ايه؟ ديت جملة صحيحة. رقم 7 an AR apps show you how new furniture will look like in your house. هل استخدام AR ماشي augmented reality هيساعدك ان انت مثلا تعرف النيو فرنتشر اللي هو الاساس او الاساس بتاعك في البيت هيكون عامل ازاي؟ طبعا هنا النيو فرنتشر ده فيرتشوال، واليور هاوس ده اللي هو الايه؟ الريال. طبعا هو بيعمل كومباين، فهو ديت ايه؟ طبعا دي جملة صحيحة 100%. Disabled individuals can use virtual assistant to make phone call. طبعا دي من الايه؟ everyday tasks. طبعا ديت حاجة ايه؟ صحيحة 100%. رقم 3 بيقول لي read and write the name of a app or tool. abbreviation of AI اللي هو الايه؟ الاختصار بتاع AI ده كان خاص بايه؟ طبعا كان خاص بالايه؟ artificial intelligence. abbreviation of VR اللي هو كان خاص بالفيرتشوال reality. طب abbreviation of AR ده كان خاص بالايه؟ augmented ايه؟ reality. طب it is the ability of a computer to think, learn and deduce. طبعا ده كان artificial intelligence او الايه؟ او ال AI. رقم 5 it blocks out the real world and provide views that immerse the user in other world. دي طبعا كان التول الخاصة بالفي ار اللي هي كانت في ار هيدسيت. طيب رقم 4 بيقول لي read and circle the correct one. For example of AR أو الجي بي اس student in math class can point their smartphone camera at the flat surface and project a 5D image or 3D image like a cube or cylinder onto the surface as if the figure is in the front. طبعا هو ده كان حاجة خاصة بالايه؟ بالاي ار. تمام، ما اتكلمناش خالص عن الجي بي اس خالص، وطبعا اتكلمنا على الايه؟ ال 3D image فقط. تمام جدا. طيب كده يعتبر احنا خلصنا الأسئلة بتاعة الليسون 3 في كتاب المعاصر، وذاكرنا مع بعض الليسون 3، وأتمنى إن انتوا تحلوا برضو الأسئلة بتاع ليسون 3 مع نفسكم، ولو في أي مشكلة واجهتكم ترجعوا للحل الموجود في الفيديو. إن شاء الله أشوفكم على خير في الليسون 4 بإذن الله تعالى. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.